في لحظة كده بتبقى عارف إن العلاقة خلاص ما بقتش زي الأول. مش شرط تبقى خناقة ولا زعل كبير، بس بتحس إن في حاجة اتكسرت جواك. أول حاجة لما تبطل تكون نفسك، تبقى خايف تقول رأيك عشان ما يزعلش، تضحك غصب عنك وتعتذر عن حاجات مش بتاعتك، تحس إنك ما بقتش مرتاح تكون على طبيعتك. تاني حاجة لما الحوار يبقى مجاملة، زمان كنتوا بتتكلموا بالساعات، دلوقتي الكلام بقى ممل. عامل إيه؟ تمام، أوكي. الردود باردة والطاقة خلصت. تالت حاجة لما تبطلوا تحاربوا عشان بعض، العلاقات بتعيش لما الاتنين يكون عندهم استعداد يحاولوا. بس لما واحد يستسلم والتاني بيحاول لوحده، العلاقة خلاص بتموت. وكمان لما تبقى بتفكر أكتر ما بتحسبها أكمل ولا لأ. لو العلاقة بقت مرهقة أكتر ما هي مريحة، يبقى الإجابة جواك. وأخطر علامة لما السلام النفسي يختفي، لو وجوده بقى يوجعك أكتر ما يطمنك، لو غيابه أريح من حضوره، يبقى دي مش علاقة، ده تمسك بالذكريات. وفي الآخر أوقات الانسحاب مش ضعف، الانسحاب أوقات بيكون احترام لنفسك، لما تكون عارف إنك عملت اللي عليك، بس خلاص ما بقاش فيك حيل تكمل الحرب دي لوحدك.